بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة تشكيلة معجنات حلوة جدا، هتعجبكم بطريقة بسيطة وسهلة خالص. هنغير في شكل، يعني هنعمل القرص العادية، عجينة القرص العادية خالص، بس هنعمل منها مجموعة من التشكيلات كده علشان نغير في الشكل التقليدي. احنا هنعمل العادي، الشكل العادي التقليدي، وهنعمل كمان اشكال تانية علشان تعجب الاولاد اللي بيشوفوها معانا وهم ماشيين قدام الافران دي. بتبقى اشكال مختلفة وهم بيحبوها وبتعجبهم شكلها. فاحنا هنعملها النهاردة بطريقة بسيطة وسهلة. اول حاجة معايا كوباية من شرش اللبن، كوباية زيت، نص كوباية من السكر، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. هقلبهم وهدوبهم كويس مع بعض. عايزة اقولك بقى قصة الشرش بتاع الجبنة دي او الشرش بتاع اللبن ده. انا كنت عاملة جبنة قريش، وطبعا الشرش بتاع الجبنة انا مش برميه، انا بستخدمه، بحطه في اكياس وبحطه في الفريزر لما بعمل معجنات بستخدمه. معايا هنا دي كيلو من الدقيق متعدد الأغراض أو متعدد الاستخدامات. نزلت بالخليط عليه، أنا الدقيق ده كنت حاطة عليه معلقة صغيرة بيكنج باودر ورشة ملح. تمام، يبقى المكونات الجافة كيلو من الدقيق، عليها رشة من الملح ورشة معلقة صغيرة من البيكنج باودر. السوائل اللي احنا حطيناها ايه؟ حطيت كوباية من شرش اللبن او شرش الجبنة، وحطيت كوباية من الزيت، وحطيت نص كوباية من السكر، ومعلقة كبيرة خميرة فورية. بتدوبي كل الحاجات دي مع بعض في الاول بره، وبعدين بتنزلي بيها على الخليط اللي عندك. طيب، ما عنديش شرش لبن، وناس كتير مش هيبقى عندها، اعجني بلبن بس براحتك لو موجود. ما عنديش لبن، اعجني بمية دافية بس عادي خالص، احنا بنعملها بطريقة اقتصادية وموفرة. انا لو ما كانش عندي الشرش بتاع الجبنة اللي انا عاملاه ده، انا كنت هعمل بمية دافية عادي او بلبن على مية برضو مفيش مشكلة. يعني ما توقفيش نفسك، لا انا خلاص ما عنديش شرش، لا مش هعمل، لا ما توقفيش. انا كنت عاملاها قبل كده بمية دافية بس من غير اي حاجة، عادي خالص. عندك معلقة لبن بودرة، حطيها، بتدي طعم حلو جدا برضو للمعجنات وبتخليها طرية وبتبقى حلوة وجميلة. ما عندكيش يبقى زي ما قلنا استكفي بالمية الدافية. لو عندك لبن وعايزة تحطي لبن على مية برضو عادي. احنا بنعمل حاجة في بيتنا، يعني براحتنا بقى، احنا مش بنعمل حاجة علشان هنبيعها او علشان هنشتغل بيها، لا احنا بنعمل حاجة لبيتنا. فانت هتحطي لبن بس، يبقى انت بتحطي مثلا بتزودي المادة الغذائية عندك او بتزودي الغذاء لاولادك. انما ما عنديش مثلا لبن او اللبن غالي، او مثلا هنحطه على الشاي اللي احنا هنشربه مثلا جنب المعجنات بتاعتنا، يبقى خلاص اعمليها بمية دافية وهتبقى زي العسل. عندك زي ما قلتلك معلقة لبن بودرة حطيها وهتبقى حلوة جدا. ما توقفيش نفسك او يعني ما فيش حاجة معينة تخليكي تعجزي ان انت ما تعمليش الحاجة دي. احنا بنعمل على قد ما نقدر نوفر لولادنا اللي احنا عايزينه، اللي هم عايزينه. شغلي فرنك، شغلي ريحة الخبيث كده في البيت، وريحة المعجنات، وريحة الحاجات بتاعة الفرن اللي احنا بنسوي فيها دي، بتبقى ريحتها ريحة الخير والبركة، بتبقى مالية البيت. عايزة اقولك بتدفي وبتوفر، بتبقى حلوة جدا. هتوفر عليك كتير احسن ما تشتري من بره. بصي انا يعني عجنت العجينة، سبتها تستريح بس يعني 10 دقايق او ربع ساعة، انا ما سبتهاش تخمر. احنا في الشتاء والجو برد، هي هتاخد وقت عشان تخمر، انا ما سبتهاش تخمر، انا سبتها تستريح بس. وبعدين قطعتها زي ما انت شايفة كده. يعني براحتك، الحجم المناسب. هي دي كانت حجم القطعة، كانت حوالي 40 جرام. عايزة تكبريها او تصغريها عن كده انت براحتك، هترجع لك انت والحجم اللي انت عايزاه. دي زي ما قلتلك 40 جرام. انا هعمل الشكل التقليدي كده في الاول اللي هو بتاع القرص العادية، هعمل منه كمية وهسيبه على جنب.
وهشكل معاكي برضو اشكال تانية. بصي انا ولا استخدمت نشابة ولا مردانة ولا اي حاجة، العجينة طرية. خدت معايا كوبايتين من الشرش مع كوباية الزيت، يعني خدت سوائل كوبايتين، سواء مية دافية او لبن او الشرش، ايا كان اللي انت هتعجني بيه. خدت تلاتة، خدت كوبايتين وكوباية الزيت، يعني كده سوائل 3 كوبايات على اللي هو المج العادي بتاع الشاي العادي في كل بيت موجود، على كيلو الدقيق. تزيد معاكي معلقتين او تقل معاكي معلقتين ان شاء الله، مش هيبقى اكتر من كده، يعني على حسب نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه. انا عملت الشكل الاول معاكم كان القرص. الشكل التاني ده انا جبت قطعة من العجينة وبرمتها زي ما انت شفت كده على الرخامة، وعملتها كده يعني ايه، لفتها كده الاتنين عكس بعض، وهحطها في الصينية. بصي هتسيبي مسافة طبعا ما بين كل واحدة والتانية علشان هي هتخمر. العجينة كانت طرية حلوة جدا، سهلة جدا معايا في التشكيل. بصي بتتشكل بمنتهى السهولة. عايزة اقولك وانا شغالة والله كنت مستمتعة جدا ومبسوطة جدا بطريقة التشكيل. انا ما كنتش محضرة هشكل الاشكال، يعني ما كنتش حطاها في دماغي ان انا هعمل اشكال معينة. انا وانا شغالة كان بايه، يعني الشكل كده زي ما بيطلع في دماغي بروح عاملاه. ده نفس الشكل هو تاني، بوريك ان هو سهل جدا وبسيط. انت بتبرميها بس كده بالطول على الرخامة لغاية ما تطول معاكي وتدي سمك رفيع كده، وتروحي لفاها. بصي بتبقى شكلها حلو جدا بعد ما بتخمر وبتستوي، بيبقى شكلها جميل خالص. طيب لو عندك بنوتات في البيت هاتيهم يشكلوا معاكي ويعملوا معاكي، على فكرة بيبقى حاجة تفرح جدا. ولو برضو صبيان والله بيبقوا مبسوطين، لان هم لما بيبقى في الاجازات وقاعدين بيجيبوا الصلصال وبيقعدوا يعملوا بيبتكروا وبيخترعوا اشكال بتبقى والله بجد تحفة. فلما يجوا يعملوا معاكي هم يعني هيغسلوا ايديهم وهيجوا يقفوا جنبك، هيبقوا مبسوطين وهم بيعملوا. خليهم يعملوا الاشكال اللي تطلع في دماغهم ويشكلوا معاكي، هتبقى حاجة كويسة برضو. انا عملت ده شكل تاني برضو، برمت جبت قطعة من العجين وبرمتها، بس هعمل الاتنين في نفس الاتجاه مع بعض. هتبقى بالشكل اللي انت هتشوفيه معايا ده، برضو شكلها بيبقى حلو ولطيف خالص لما برضو بعد ما بتخمر وبتستوي. طبعا انا معلش بعتذر لكم عن الصوت، انا عندي برد. هو انا طول الشتاء البرد ما بيسيبنيش، بس انا من الناس اللي بتعشق الشتاء بصراحة، انا مش بحب الصيف. فمهما يجيلي برد ومهما اتعب فيه انا برضو من الناس اللي عشاق الشتاء بصراحة. وان شاء الله شوية وادعوا لي بس كده ان شاء الله وهبقى كويسة. الشتاء لازم ياخد معانا كل شوية كده يدينا الدورة، بس مش مشكلة. انا بحب الشتاء، واللي معايا في ان الشتاء حاجة جميلة واحسن من الصيف يكتب لي في التعليقات. والناس اللي بتحب الصيف يا ريت ما تزعلش مني. كده انا عملت من كل شكل 2، بس هكمل بعد كده. انا بس بوريكم الاشكال، وان التشكيل ما بياخدش وقت معاكي وسهل جدا، لان العجينة معايا حلوة جدا وانا بعجنها زي ما قلتلك على كمية السوائل بتاعتها، ومش هتلزق معاكي ولا اي حاجة. الشكل التالت ده انا جبت 3 قطع. كل قطعة هعملها هبرمها كده بالطول. دي ان شاء الله هعملها ضفيرة، ضفيرة زي بتاعة البنات كده. ما انا زي ما قلت لك انا التشكيل بالنسبة لي ما كنتش يعني محضره له، انا كنت اللي بيجي في دماغي بعمله. هتعملي الضفيرة كده، هتجيبي واحدة شمال وواحدة يمين زي ما بتكوني بتضفري لبنتك بالظبط، هتطلع معاكي شكلها هتبقى حلوة جدا. عايزين نشغل الفرن وندفي البيت ونحسس الأولاد بطعم الخير وريحة الخير والبركة في البيت. يا رب يا رب تفضل أيامنا كلها خير وبركة. عايزة أقولك إن من كمية من كيلو دقيق بس وشوية الإضافات اللي احنا حطيناها من البيت دي، عملنا كمية حلوة جدا انتوا شفتوها معايا في أول الفيديو. شوفي بقى لو انت حبيتي تجيبيها من بره هتجيبيها بقد ايه. الأسعار دلوقتي وكل حاجة الله المستعان، يعني كل حاجة بقت غالية جدا. فاحنا لما نعمل الحاجة دي في البيت، من ناحية بنوفر على نفسنا، ومن ناحية تانية بتعملي حاجة ضامنة نظافتها.
كميتها كبيرة مش صغيرة، يعني انت لو جبت الكمية دي من بره هتعدي معاكي اكتر من التكاليف اللي انت عملتيها. يعني احنا حتى لو حطينا، يعني حتى لو الحاجات اللي احنا حطيناها آه، هي مش رخيصة، انا معاكي، بس برضو مش هتبقى بنفس السعر اللي احنا هنجيبها من بره. بص الكمية، اللهم بارك يعني. هي الكاميرا مش مبينة كمية كبيرة جدا على فكرة، انا حطاهم. الصينية دي مش صغيرة، دي صينية كبيرة، يعني دي صينية احنا بنحط عليها فطار او عشاء، يعني صينية كبيرة شايلة كمية كبيرة جدا من المعجنات. يعني الكمية دي انت لو هتجيبيها من بره، يعني انا مش عايزة اقولك سعر، بس هي هتبقى مش رخيصة، يعني هتبقى غالية جدا. بص الاشكال بعد ما طلعت شكلها حلو جدا. يا رب لو طريقة التشكيل بتاعتنا النهاردة عجبتكم والفيديو عجبكم، يا ريت ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.